فنانين نقولوا انها حازت على اكثر من 70 جائزه كاحسن ممثله. يكفي نقولوا انها شاركت في 100 عمل سينمائي، في 40 مسلسل تلفزيوني وعدد كبير من المسرحيات. هي كما عادة في التكريمات التقليدية يصعد شخص ما ليتحدث عن الشخص المكرم. اليوم سنتحدث عنك من خلال شريط، من خلال عمل تلفزيوني، من خلال فيلم أنجز لهذا الغرض خصوصا. إذا نقوم تفضلي معنا ونشاهد جميعا الفيلم. نجمة تتحدث ببيتها وبتبحث دايما عن نجاح لم يحققه أحد. صاحبة الحضور الرائع والطلة المختلفة والإحساس الجميل، خلطة المشاعر والفن والحب والتجارب والحياة. الفنانة إلهام شاهين خريجة معهد الفنون المسرحية، واللي بدأت حياتها الفنية من خلال مسرحية بعنوان حورية من المريخ مع المخرج كمال ياسين. أما مشوارها السينمائي فبدأ بفيلم أمهات في المرفأ مع المخرج محمد راضي. من أبرز الفيلم اللي بتقدموه عني، وسعيدة جدا 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 بأن أنا بتكرم في بلدي التاني المغرب. المغرب بلد الحضارات والثقافات المختلفة، هي أكثر البلدان العربية اللي فيها تجمع للحضارات، يعني الحضارة العربية الإسلامية والحضارة الأمازيغية والحضارة الإفريقية والحضارة الأندلسية. فتحية لهذا الشعب العريق الأصيل، وبشكركم جدا من كل قلبي على هذه الحفاوة وهذا الاستقبال الرائع والحب اللي غمرتوني بيه من أول لحظة وصولي للمغرب. تحية كبيرة لجلالة الملك محمد السادس على رعايته السامية لهذا المهرجان. المغرب أنا بعتبره فعلا بلدي التاني. شاركت في مهرجانات عديدة في مراكش وفي تطوان وفي الرباط، في عدة مهرجانات فنية وثقافية ورياضية. يمكن من أكثر البلدان العربية اللي أنا زرتها، واللي بحس فعلا إن أنا واحدة من هذا البلد، ما بحسش بأي غربة معاكم. فبشكركم الحقيقة على هذا الحب، وبشكركم على هذا التكريم، وبنتظر المغاربة دايما في مصر. أنا عارفة إن قريب جدا هيكون في أسبوع للفيلم المغربي في القاهرة بإذن الله في أكتوبر، فأهلا بيكم في مصر. وإن شاء الله المغرب أيضا هتكون ضيفة شرف في المهرجان الدولي للكتاب. فيا رب دايما يكون في تعاون مشترك، تعاون ثقافي وتعاون فني. وأتمنى إن هذه المهرجانات تسفر عن تعاون في أفلام مشتركة مصرية ومغربية. دايما نرحب بيكم. ومن هنا طبعا بعلن إن احنا هنبدأ أول مهرجان لأفلام سينما المرأة بمصر، وبتشرف برئاسته. إن شاء الله هيكون في أسوان، البلد السياحي الجميل اللي فيه أغلب الآثار المصرية. إن شاء الله يكون في فبراير. وأتمنى إن المغرب يكون فيها مشاركة كبيرة معنا بأفلام مهمة في هذا المهرجان. بشكركم من كل قلبي، وبحييكم وبحيي الشعب المغربي، وبحمل له رسالة حب وأخوة وصداقة من كل الشعب المصري. À notre grande artiste égyptienne Ilham Shaheen, l'hommagée ce soir, et cette 10e édition et cette cérémonie d'ouverture.